محتوى مراجعة الأفلام هو محتوى ليه الناس بتوعه، يعني تلاقيهم قليلين جدًا كمشاهدين وكمراجعين بالنسبة لبقية المحتويات، بس بيبقوا مميزين جدًا وفاهمين بعض وفاهمين الهزار بتاع بعض، فعشان كده أنا النهارده جاي أقول لكم عن ترتيب أفضل 10 مراجعين للأفلام بالنسبة لي، ومن غير كلام كتير يالّا بينا نخش في القايمة. في المركز العاشر وأول حد معانا هو حد أنا باحترمه جدًا، وحرفيًا باحترم استمراريته الكبيرة رغم النتايج القليلة جدًا. بالمناسبة يا جماعة الموضوع ده صعب جدًا، اللي أنت تستمر رغم اللي أنت مش شايف نتايج كبيرة أو تطور ملحوظ، فالموضوع ده بصراحة معقد وصعب أوي. والشخص اللي معانا هو عبد الرحمن جودة، أنا مش من أكتر الناس اللي بتتابعه بس أنا لازم أحطه في القايمة دي احتراما لشغله ولمجهوده ولتقديره، بصراحة أسطورة وأنا حابب أشجعه جدًا. في المركز التاسع بقى قناة من عينيا، الشخص ده من أكتر المحللين اللي أنا شفتهم بيتعمقوا أوي في الحاجة، أوقات باحب كلامه جدًا وأوقات بصراحة باختلف معاه في حاجات كتير، سياسته في الحياة مختلفة ورؤيته للحياة معقدة جدًا، بس يظل من أفضل محللين الأفلام اللي أنا شفتهم، وحرفيًا بيطلّع تفاصيل مش طبيعية في الأفلام. في المركز التامن بقى قناة فاروق TV، على فكرة أنا متابع فاروق من أيام ما كان voice over بس، كان بيعمل ترتيب أفلام مارفل وترتيب أفلام DC وحاجات كده، هو مش محللي المفضل في الأفلام بس يظل شخص ليه كل التقدير والاحترام مني. في المركز السابع قناة الأستاذ محمد فريد، حرفيًا أكتر مراجع باحس إن هو هادي وبيتكلم بتلقائية وبسكريبت بسيط، مجرد مشاهد بيتفرج على فيلم وبيطلع يقول لك الملخص بتاعه أو هو حس بإيه وهو في الفيلم، بصراحة باحسه رايق أوي وباحبه جدًا. في المركز السادس أسطورة جيم اوف ثرونز راكان الشايع، أنا شخصيًا باحبه جدًا وباحب تحليلاته جدًا، تحسه رايق برضه كده زي محمد فريد، بس حطيته في المركز ده علشان هو مرتبط معايا أكتر بجيم اوف ثرونز مش بتحليلات الأفلام، يعني من فترة قريبة أصلًا اتفاجئت جدًا إن هو بيعمل تحليلات لأفلام. نخش بقى على التوب 5 وأكتر 5 محللين أفلام أنا باحبهم. في المركز الخامس علاء إسماعيل أو موفي هاسلر، بالمناسبة علاء صديق ليّا من زمان واشتغلنا مع بعض فترة، كنا شغالين سوا في قناة واحدة بس للأسف القناة دي ما نجحتش، حابب أحييه جدًا على الاستمرارية بتاعته، الشخص ده حرفيًا يا جماعة عَنَى لحد ما نجح، وبالمناسبة هو بيفهم جدًا في الأفلام والمناقشة بتاعته ما يتشبعش منها. نخش بقى على المركز الرابع ومعانا قناة من غير مونتاج أو محمود إسماعيل، الشخص ده أنا باعشق محتواه، بس بصراحة عشان نكون صُرحا هو محتواه التاني أفضل بكتير من قناة من غير مونتاج، اتعلمت منه كتير جدًا وباحب جدًا تحمُّسه للأفلام واستمراريته وشغله الجبار جدًا ما شاء الله عليه. نخش بعد كده بقى على التوب 3 وأكتر 3 محللين أفلام أنا باحبهم. في المركز التالت الأستاذ ماهر مسلم، الراجل ده يا جدعان أسطورة، بس في الفترة الأخيرة بسبب ظروف شغل خارج اليوتيوب قلل المحتوى بشكل كبير، بس قبلها كان لازم أشوفه طبعًا وأعرف رأيه في كل الأفلام. نخش بقى على المركز التاني ومعانا بتاع أفلام، حرفيًا شخص من الجمهور وتلقائي جدًا ويخش القلب بسرعة أوي، بغض النظر إن أنا في الأول ما كنتش باحبه أوي، بس بعد كده بقى من أفضل المراجعين بالنسبة لي ورأيه صريح جدًا، يعني بيقول على الحلو حلو وعلى الوحش وحش من غير ما يجامل بجنيه، حتى لو الشخص اللي عمل الفيلم ده من أصدقائه. بقيت دلوقتي بصراحة مستحيل أفوّت له حلقة، تعب جدًا واجتهد لحد ما وصل للي هو فيه. نيجي بقى على المركز الأول والأسطورة، حرفيًا يا جدعان الشخص ده تأثيره كبير جدًا على حياتي، هو أصلًا اللي خلّاني أعمل المحتوى ده وأحبه جدًا، وهو الدود محمود مهدي. الشخص ده شخص جميل ومثقف وفاهم جدًا في اللي هو بيعمله، هو زعلان مني شويتين كده بسبب كام موقف عملتهم في الفترة الأخيرة، بس للمرة التالتة أنا آسف يا دود، والله العظيم باحبك جدًا. وفي الآخر يا ريت لو الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للchannel، أشوفكم على خير في حلقات كتير جدًا جاية وسلام.